السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين تربية الطيور مع الحواوشي. أهلا وسهلا بكم. طبعا ده أول فيديو لينا بقى في الفيديوهات اللي هم 30 فيديو اللي هنعملهم بإذن الله. احنا هنشتغل في الدورة دي كل يوم، هنعمل لكم فيديو من المكان. طبعا الفيديو ده احنا لسه منزلينه النهارده أول يوم الحمد لله. يعني احنا هنتكلم مع الناس بقى إيه اللي بنحطه من أول يوم، وده شغلنا احنا. في ناس تانية بتعمل شغل تاني هنتكلم عنه برضو إيه لو حد حابب، اللي هو إيه يعني إيه اللي احنا بنستخدمه في الدورة وإيه اللي بنعمله. طبعا الفراخ احنا بنستقبلها زي ما احنا عارفين أول 3 أيام على درجة حرارة 34، ونثبتها 3 أيام كده بتنزل نص درجة وتثبت على 32 بقيه الاسبوع الاولاني. يبقى ده الاسبوع الاولاني، وخلينا كده واحده واحده مع بعض نتكلم تاني. طب انا بستقبل ايه اللي بحطه في الميه اول ما بجيب الفراخ؟ انا بستقبل طوالي على محلول جفاف وعسل اسمر. انا بشتغل على كده ساعه لغايه بالليل او ساعه 12 ساعه يعني. في ناس طبعا بتستقبل على بقى منشط الكبد، وفي بتعمل على البروبيوتيك والكلام ده كله. ده طرق، لكن اللي انا بشتغل بيه واللي انا شغال بيه على طول بفضل الله يعني، والنتائج معايا الحمد لله كويسه زي ما انتم بتشوفوا في اخر الفيديوهات يعني. وهنوريكم برضه الدوره ده. ادعوا لنا كده ان ربنا يبارك في اصحاب المال يعني. احنا قلنا اول ساعه اللي هي العسل الاسمر مع محلول الجفاف 12 ساعه، وباجي من بالليل بنزل البانفلور مع التيلوزين. تيلوزين جرام على اللتر، والبانفلور 2 سم على اللتر لمده 3 ايام او 4 ايام حسب ما انت عايز. ساعه و12 ساعه، وال 12 التانيين هننزل باذن الله المره دي الخميره والف د 3 والاملاح، يعني ساعه و12 وساعه و12 باذن الله بنقطع لغايه ايه لمده 4 ايام او 3 ايام زي ما بنتكلم. وهنبتدي بقى نتكلم مع بعض في الفيديو الجاي عن سوا بعد ال4 ايام مهمه، امتى بنعالج الكوليستريديا، امتى الكلام ده كله. بس زي ما انتم شايفين كده احنا بنحاول على قد ما نقدر نخلي انتشار الفراخ في المكان يكون كويس، وبنستقبلها على درجه حراره زي ما قلنا 34. طبعا في فيديو كنا منزلينه النهارده ما شاء الله، الفراخ بالنهار كانت جميله جدا الحيويه ما شاء الله يعني اول ما استقبلنا. والحاجه الجديده اللي احنا عاملينها المره دي في الدوره ديت زي ما انتم شايفين توزيع الورق اللي هي الجرايد اللي على الارض ديت. احنا المفروض يعني كنا نفرش المكان كله، بس الجماعه بقى يعني ايه عملوا خطوط كده مش هتفرق. ليه؟ احنا بنحاول نعرض او نخلي اكبر مساحه من العلف موجوده قدام الكتاكيت. كل كتكوت في كل منطقه يعني يلاقوا قدامه علف بحيث ان الفراخ تاكل. زي ما بيقولوا كده ايه الجرام اللي بياكله الكتكوت في العمر الاولاني بيفرق معانا في العمر الكبير وفي الموازين والكلام ده كله. فاحنا بنحاول نزود المساحه اللي معروضه من العلف بالجرايد ديت. طبعا احنا هنعملها لمده 3 ايام، والافضل انك تكون مغطي الفرشه كلها بالجرايد وحط عليها العلف عشان ما يبقاش في ايه نشاره زي ما انتم شايفين كده جت على العلف. يعني لما بتغطي المكان كله تبقى الجرايد، والجرايد حلاوتها ان هي بتمتص الرطوبه، بتمتص الايه الزرق اللي بيبقى موجود 3 ايام. وهنشيل الكلام ده كله، وباذن الله دي اللي احنا عملناه في اول يوم. وتابعونا بقى ايه باذن الله يعني بكره باذن الله نقول لكم كده يعني ايه زي ما بيقولوا فيديوهات اول باول ايه اللي بيحصل وايه اللي بيحصل معانا في اليوم، وايه لا قدر الله لو حصل اي حاجه ضربات اي حاجه إيه اللي بنحطه، العلاجات القويه للكوليستريديا، الكوكسيديا امتى نحطها. طبعا احنا بالنسبه للتحصينات الفيروسيه احنا العدد اللي عندنا ما بيبقاش كبير، فما بنحصنش بفضل الله يعني، والحمد لله الدنيا ماشيه. لو انت عندك اعداد كبيره يبقى لازم تشتغل على التحصينات، تحصينه العمر 7 ايام و11 و18. ولو حد عاوز يبقى يعرفهم ممكن نبقى نقول له عليهم يعني ايه هم التحصينات ديت. لو انت عندك الاعداد 1000 فيما فوق يعني فيبقى ده تحصيل، لان الامبول بيبقى ال 1000 فرخ. ولو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.